اهلا بيكم في فيلمنا الجديد ذا ويلد 2006 اللي باين من اسمه انه بيحصل كله كده في غابات ومع حيوانات مفترسة. وبيبتدي الفيلم مع سام، وده اسد ملك الغابة كده وكله بيخاف منه، بس بيكون موجود في سيرك مع ابنه ريان. وبيفضل سام يحور على ابنه ويفضل يقول له انا زمان كنت بتهاجم من شوية حيوانات كده فاكرين نفسهم جامدين، بس على مين بقى انا كنت اجمد منهم، ووقفت لوحدي علشان اعمل صوت عالي يطير كل الحيوانات اللي بتجري ورايا لحد ما طلع لي بقى اجمد واحد فيهم، واللي كان عملاق كده ومصمم انه يقتلني. بس على مين طلعت صوت زئير اعلى، وانا بيحاول ريان انه يقلد صوت زئير ابوه بس مش بيعرف، وبيطلع منه صوت غريب كده علشان يفضل كل اللي في السيرك يتريقوا عليه ويضحكوا. فبيعمل سام زئير عالي علشان الناس تسقف له، وطبعا بعدها بيفضل ريان زعلان ويقول لابوه انه مش عارف يعمل حاجه، والناس كلها بتضحك عليه كل مره. بس ابوه بيقول له لا ده انت جامد جدا وخلاص قربت تعملها احسن مني، بس طبعا بيكون بيضحك عليه والواد مش عارف يعمل اي حاجه. وبيكون بيني ساعتها عمال يجري من الجمهور بعد ما حاول يسرق منهم حاجه ويرموه جوه القفص لسام علشان يقول له انت مش هتبطل بقى جو السرقه بتاعك ده وتعقل شويه، ده انت خلاص قربت تموت. وبيقول بيني لريان مالك ضارب بوس كده ليه، وبيعرف من ابوه انه معرفش يعمل الزئير وكله قاعد يتريق عليه. وبيقول ريان لابوه انه عمره ما هيبقى اسد بجد كده وملو هدومه الا لو طلع قعد في الغابه شويه، علشان يقول له ابوه تطلع تقعد في الغابه ليه، ماله السيرك اكل شارب نايم ببلاش، وليك كمان 3 وجبات في اليوم، يعني مش حرمك من حاجه. وبعدها بقى بيتقمص ريان وبيقرر ان العيشه دي ما بقتش نافعه، وبيسيب ابوه بيروح يقعد على الشجره بتاعته تاني. وفي الطريق بيفضل ابوه ماشي مع بيني اللي معجب قوي بزرافه وعايز يتقدم لها كده ويقول لها انه بيحبها، بس بيقول له سام فكك من الهبل ده علشان هي ممكن تموتك. وبيخبط فيها بيني من غير ما يقصد ويقول لها بصي انا جايب لك ايه، عقد من الزباله. وبيفضل يحاول يلبسه للزرافه على رقبتها، بس طبعا مش بيطول علشان تحرجه ويمشي من عندها. وبيروح سام الشجره لابنه ويقول له سيبك من جو القمص ده وتعالى معايا علشان تتفرج عليا وانا بلعب هوكي بالسلاحف، علشان يقول له ابنه روح انت بس وانا هاجي وراك. وبعد ما ابوه بيمشي بيروح مع 2 صحابه علشان يصطاد غزاله ويثبت لابوه انه جامد. وبيوصل ابوه للملعب وبيدخل علشان يرمي السلحفه بتاعته، وبيفضل كل اصحابه يساعدوه علشان يكسب. وفي الوقت ده بيوصل ريان للغزلان وبيقف قدامهم على اساس انه اسد بقى وهيخوفهم، ولما بيعمل زئير بيطلع صوت هبل كده علشان تقول الغزلان مين الهبل ده، ويطلعوا يجروا وراه ومش بيعرف يوقفهم علشان يوصلوا الملعب اللي ابوه فيه. وبيحاول سام انه ينقذ كل الحيوانات علشان محدش منهم يتخبط، وبعدها بيشوف ابنه علشان يعرف انه سبب في كل ده ويفضل يهزقه. وبعدها بيزعل ريان علشان كده خلاص بقى طلع مش نافع في حاجه بجد، وبيروح بسرعه علشان يقعد في اي مكان بعيد لحد ما يلاقي شويه صناديق خضراء، فبيقعد هناك شويه ويفكر هيعمل ايه لحد ما بيتقفل عليه الصناديق وبتطلع بيه العربيه علشان يفضل ينادي على اي حد يلحقه لحد ما يسمعه ابوه ويروح له ويحاول يلحقه، بس بتكون العربيات طلعت. فبيقول لبيني روح بسرعه علشان تجيب لي الحمام ويعرفوا العربيات دي راحوا فين. وفعلا بيروح بيني علشان يلاقي الحمام المجنون ده واقف وعمال يقول كلام غريب ان الصناديق دي بتروح نهر غريب. فبيقول له بيني اخلص وتعالى علشان سام عايزك. ولما بيلاقي سام الحمام عمال يهبد ومش عايز يقول حاجه بيضربه سام لحد ما يقول له ان الصناديق الخضراء دي بتروح عند تمثال الحريه علشان تترمي في الميه. وهنا بقى بيقرر سام انه يروح لوحده علشان ينقذ ابنه، بس بيقول له لاري التعبان انا لازم اجي معاك. وبيقول له برضه نايجل دب الكوالا انه لا يمكن يسيبه، وفريتش والزرافه بتصمم تروح معاه، بس بيرفض سام ياخدهم معاه وبيقول لهم ان دي مهمته علشان كان هو السبب ان ابنه يكره حياته، فلازم ينقذه من غير ما يعرض حد تاني للخطر. وبيروح علشان ينط في عربيه الزباله وتتحرك بيه بره السيرك، بس هنا بقى بيكتشف ان الحيوانات كلها ما رضيتش تسيبه وطلعت وراه علشان تساعده. وفعلا بتطلع بيهم العربيه بره السيرك لحد ما توصل قريب من تمثال الحريه، وهناك بقى بتحصل مشكله علشان عربيه الزباله بدات تطحن كل اللي جواها. بس لاري بيروح يفضل يرعب السواق لحد ما يوقف العربيه علشان كل الحيوانات تهرب منها. وبعدها بيفضلوا ماشيين في الشارع لحد ما بيطلع عليهم شويه كلاب، وبيفضل سام خايف منهم وبيقول للاري افتح بسرعه الغطا ده علشان نهرب منه. ولما بينزلوا تحت بتقول الزرافه لسام امال انت ليه ما اتصرفتش مع الكلاب دي ليه وخليت شكلنا وحش وهرب، بس مش بيرضى يرد عليها وبيتكلم في موضوع تاني علشان يخلع. وبيوصلوا بعدها في نص النفق علشان يطلع عليهم تماسيح، وبيفضلوا مرعوبين ومش عارفين يتصرفوا ازاي. بس بيفضل نايجل يقول للتماسيح انهم عايزين يدوروا على ابن الراجل الغلبان ده وملهاش لازمه البهدله اللي عايزين يعملوها. وبيفضل نايجل يعمل بايده شكل
شكل تمثال الحرية لحد ما تفهم التماسيح هم عايزين يروحوا فين، وبياخدوهم معاهم علشان يوصلوهم للنهر اللي هناك. وفي الوقت ده بيسيبوهم على الشط في المينا علشان يفضل سام يدور على الصناديق الخضراء اللي ابنه كان فيها لحد ما يشوفها قدامه، فبيفضل يجري وراه لحد ما يترفع الكونتينر اللي فيه ابنه ويتحط على مركب علشان تطلع بيهم. بس لحسن الحظ القارب اللي واقفين عليه بيتحرك بيهم في نص الميه، بس مش بيكون ماشي في الاتجاه الصح علشان يروح لاري ويفضل يخوف اللي طالع بالقارب، وبينط من على القارب وبيفضل سام يحاول يسوق هو، بس بيلاقي ان ابنه اختفى من قدامه. وفي الوقت ده بيوصل بيني وهو راكب فوق شويه حمام وبينزل بيهم على القارب ويقول لسام ما تشغلش بالك انت، الحمام هيشوف كل حاجه من هنا وهيحدد المكان بالظبط، ابسط يا عم. وفعلا بيحدد الحمام المكان وبيفضل سام ماشي وراهم وسامع كلامهم لحد ما يتجنن نايجل من الشمس اللي ضاربه في راسه طول اليوم. وفي الوقت ده بيقول لهم لا انا هنط احسن من البهدله دي. ولما ينط بيكتشفوا انهم وصلوا الشط وان الكونتينر اللي ريان فيه قدامهم. لما بيجري عليه سام بيشوف ابنه هرب من الصندوق وعمال يجري في نص الغابه علشان يفضل يجري سام وراه وينادي عليه، بس ريان مش بيكون سامعه وبيفضل يهرب برضه. وهنا بقى بتقول له الزرافه بص احنا نفسنا اتقطع ومش هنفضل نجري وراك كده وخلاص، مش انت اسد يا عم الحاج وعندك قوه شم جامده ومولود في البريه وملك الغابه وكل الكلام الجميل ده، خلاص بقى استخدم غريزتك دي ودور على ابنك، انما جري بقى وكده لا. وبيفضل سام يشمشم كده ويعمل نفسه لقى ريحه ابنه، بس لما بيروح هناك بيلاقي حيوان تاني كده اهبل علشان يقول له كل الحيوانات لا ثانيه واحده احنا عايزين اثبات انك اسد اصلا، انت مش نافع في حاجه زي ابنك بالظبط. وبيدوا الحيوان ده ويقولوا له كله بقى ولا انت نباتي ومش بتاكل حيوانات دلوقتي. ولما بيحاول سام انه ياكله مش بيقدر وبيقرف منه ويرميه علشان تقول له الزرافه بس كده قولي الحقيقه انت بتسيع علينا وعمرك ما شفت البريه دي ولا رحت هناك. وبيعترف فعلا ان ده اللي حصل وانه كذب عليهم. وهنا بقى كل الحيوانات بتترعب، يعني انت عملت نفسك 7 دكوره في بعض وانك جامد وجبتنا هنا الغابه ودلوقتي طلعت اسد اونطه واي حد يحاول يجري علينا هتسيبنا وتخلع وتهرب كل الحيوانات من قدامه بعد ما عرفوا الحقيقه. الا بيني اللي بيفضل يحاول يجمعهم تاني بس مش بيسمعوا الكلام وكله بيفضل يجري وهم مش عارفين هيروحوا فين. وهنا بقى بيطلع عليهم خطير جاموس وحشي شكلهم غبي وناويين يقتلوهم، وبيقدروا انهم يصطادوا كل الحيوانات وياخدوهم معاهم الا نايجل يشيلوه فوق راسهم وهو مش فاهم اي حاجه، بس قشطه يعني مش بيقول لا. وفي الوقت ده بيكون سام عمال يجري وبيدور على اي حاجه تعرفه ابنه فين لحد ما يلاقي نفسه في نص غابه ملهاش اول من اخر، وبيعرف انه لا يمكن يقدر يلاقيه بس بيقرر انه ينزل وخلاص هيخسر ايه يعني. وفي الوقت ده بيكون بقى ريان عمال يجري وهو مرعوب لحد ما يلاقي حيوان صغير كده ويفكر انه يصاحبه، بس بتطلع عليه امه علشان تفضل تضربه ويهرب من هناك لحد ما يلاقي شجره عاليه فبيقرر انه يطلع عليها. وفي الوقت ده بقى بيوصل نايجل لقطيع الجاموس البري وبيطلع زعيمهم علشان يقول له انت فين من زمان ده احنا مستنيينك، علشان لما مره الطياره وصلت هناك كان معاهم لعبه للكوالا وساعتها الزعيم طلب من اللعبه دي انها تخليهم اقوياء. ومن هنا بقى فكر ان نايجل ده هو الزعيم بتاعهم علشان حقق حلمهم. وفي نص كلامه مع نايجل بيوصل الطيور الشريره علشان تقول له انهم لقوا اسد صغير في نص الغابه ماشي كده لوحده، فبيقول لهم الزعيم يروحوا هاتوه بسرعه قبل ما يهرب من هناك. وبيكون سام لسه بيدور على ابنه لحد ما يبدا يحس انه قريب من هناك، ولما بيشوفه من بعيد بيطلع عليه جري بس بيلاقي فيه قطيع جاموس بيجري وراه علشان يقول لابنه اهرب بسرعه. وهنا بقى بيستغرب ابنه امال ايه القصص اللي انت كنت بتحكيها دي، بس بيقول له سام انه كان بيحور عليه وانه زمان لما كان في السيرك حصل معاه نفس الموضوع وما كانش بيعرف يعمل الزئير ده وكله اتريق عليه. وقبل ما بيخلص القصه بيقع الاتنين في الفخ علشان ياخد الجاموس ريان ويسيبه ابوه مرمي على الارض مش قادر يتحرك. لما بيروح هناك ريان بيتصدم لما يلاقي باقي الحيوانات كمان اتخطفت زيه وبيسالهم انتوا جيتوا هنا ازاي، فبيحكوا له القصه دي كلها. بس لما بيشوف زعيم الجاموس انهم ما جابوش معاهم الاسد الكبير بيفضل يزعق لهم ويقول انهم مش هيبقوا اقوى حيوان في الغابه الا لو اكلوا اسد، وعلشان كده هو بيعمل كل ده اصلا. وفي الوقت ده بيوصل بيني لمكان سام اللي بيشوفه واقع علشان يقول له لا اجمد كده علشان عايزين نلاقي ابنك، ده احنا طول الفيلم بنجري وراه يعني مش كده. وبيقتنع سام وبيقوم بالعافيه كده بعد ما بيفضل بيني يشجعه ويقول له انت اسد حتى لو شكلك فرفور يعني او بتخاف من الكلاب بس قشطه يعني اسد برضه. وبيتحرك سام وصاحبه لحد ما يلاقي سام ان فعلا غريزته بدات تحركه وتقول له يروح فين، لحد ما بيشوف من بعيد مكان فيه جاموس بري وبيقول بس انا كده وصلت بقى ولازم ادخل اجيب ابني علشان يوقفوا بيني
بيني ويقول له جاموس بري ايه يا معلم اللي تقتله ده، انت بتخاف من خيالك، انا علشان صاحبك يعني مش عايز اقسم عليك بس معلش انت كده اهبل. وفي مكان الجاموس البري بيكون الحيوانات واقفين مرعوبين من المراسم اللي شغاله طول الوقت دي، لحد ما بيشوفوا ان نايجل هو القائد بتاعهم علشان يقول له ايه الهبل ده من امتى يعني. ولما بتحاول الزرافه انها تقول له انت بتعمل ايه هنا، بيقول لها بس انا مش عايز صوت، انتوا مش عارفين انا مين ولا ايه. وبيكون كل ده بيمثل وبيحاول ينقذهم لحد ما يقول الجاموس لنايجل يلا علشان نبدا الحفله ونشوي الحيوانات دي. بس بيفضل نايجل يضيع وقته ويقول لهم اصل مفيش فلفل ومفيش بصل وطعمهم يعني هيبقى مش حلو من غير الحاجات دي، لحد ما يجيبوا اللي هو عايزه. وفي اخر لحظه قبل ما يرموا الحيوانات في النار بيدخل سام اخيرا اللي وصل مع بيني. وهنا بقى بيقول زعيم الجاموس لنايجل ايه ده انت جامد قوي، ده انت جبت اسد كامل لحد عندنا. ولما بيحاوط الجاموس سام علشان ياكلوه بيجري عليه ريان وبيقف قدامهم وهو مستعد انه يهجم عليهم لحد ما يضربوا سام ويقع ويفضل متعلق بصخره وكل الجاموس عايز يرميه في النار. بس بيتحول ريان وبيجري عليهم وبيطلع صوت زئير عالي يمكن اعلى من زئير ابوه، وبيفضل يضرب في الجاموس اللي مش بيقدر عليه. وبيفضل ابوه منبهر باللي ابنه بيعمله لحد ما يشوفه وقع على الارض. وبيروح زعيم الجاموس يقول لهم سيبوا لي الاسد الكبير ده انا هضربه. وبيفضل مستنيه سام لحد ما يقرب منه علشان ياخده ويرميه على الارض. وبيجري سام على ابنه علشان يفضل يساله انت كويس ولا لا وايه اللي حصل لك. بس بيلاقي ابنه قايم وقادر يقف وكل الجاموس بيحاصروهم وخلاص كده دي شكلها النهايه. بس بيعمل سام زي ما كان بيقول لابنه وبيعمل زئير باعلى صوت عنده علشان يطير فعلا الجاموس اللي قدامه، وكلهم بيترعبوا وبيفضلوا يرجعوا لورا كده وهم خايفين. لما بيقولهم الزعيم يهجموا على الاسدين بيخافوا وبيقولوا له بص من الاخر كده احنا لا عايزين نبقى مفترسين ولا حاجه وانت اللي مجنون، علشان كده احنا مش هنكمل معاك. وفي الوقت ده بيبدا البركان انه ينفجر ويطلع شويه نار كده علشان كل الحيوانات تهرب من هناك الا الزعيم بتاعهم اللي بيفضل واقع على الارض مش قادر يتحرك ومحدش بيساعده. وبتوصل كل الحيوانات للقارب اللي كان موجود بره، وبيقول نايجل للجاموس انهم يزقوا بيهم القارب لحد ما ينزلوا الميه ومن هناك يقدروا يهربوا ويبعدوا عن المكان الخطير ده خالص. وبتحتفل الحيوانات بالنصر ده بعد ما قدروا انهم يهزموا الجاموس اللي كان عامل نفسه شقي. وبس كده بيخلص فيلمنا، اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا. ما تبخلش انا بلايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. واشوفكم على خير ومع السلامه.